السلام عليكم. بتحب الرز وعايز تاكله من غير ما يحصل ارتفاع شديد في سكر الدم علشان سكرك ما يعلاش او علشان بتعمل دايت؟ الفيديو ده هيكون مهم جدا بالنسبه لك. ولو اول مره تشوفني، انا ساره عبد العزيز، دكتوره صيدلانيه مهتمه بالتغذيه العلاجيه وطب الاعشاب وبكل حاجه متعلقه بمريض السكر. ويلا بينا نبدا الفيديو. بحث مهم جدا اتعمل سنه 2022 على مجموعه من الناس اللي عندهم سكر من النوع الاول، ومعنى كده ان هو هيكون مناسب جدا للناس الاصحاء والناس اللي عندها سكر من النوع الثاني. البحث ده بكل بساطه كان بيشوف تاثير اكل الرز على الناس لو عملنا له شويه حاجات مختلفه كده قبل الاكل. جاب مجموعه من الناس واداهم كميه من بعد الطهي مباشره، يعني بعد ما طبخنا الرز اديناهم الرز على طول ياكلوه. وجاب نفس المجموعة دي في مرة تانية اداهم نفس كمية الرز بنفس طريقة الطهي بنفس كل حاجة، الرز العادي بتاعنا، لكن الفرق اللي حصل ان بعد طهي الرز تم تبريده في التلاجة لمدة 24 ساعة، وبعدين طلعناه من التلاجة وحصل له تدفئة بسيطة واديناه للناس. النتيجة اللي حصلت كانت مذهلة. الناس اللي اكلت الرز بعد الطهي مباشرة حصل عندهم ارتفاع حاد في سكر الدم، لكن الناس اللي اكلت الرز بعد ما حصل تبريد لمدة 24 ساعة وبعد كده التدفئة بتاعته، اللي حصل ان ما حصلش ارتفاع شديد في سكر الدم، وكمان حرق الجسم هيرجع بشكل سريع بعد اكل الرز. هو ايه تفسير الكلام ده؟ تفسير الكلام ده بكل بساطة الرز بيتكون من نشا ونشا زائبة. لما بيتم طهي الرز يتحول جزء من النشا الى النشا الزائبة دي هي أكتر حاجة بيحصل لها تكسير بشكل سريع لما بنيجي ناكلها وتتحول على طول لسكر، تبتدي ترفع سكر الدم. فلما تم تبريد الرز لمدة 24 ساعة، اللي حصل إن جزء من النشا اللي كانت بقت أصبحت نشا زائبة اتحولت تاني إلى نشا، فبالتالي قللنا من ارتفاع سكر الدم بشكل حاد. عشان كده قبل ما تيجي تاكل الرز حاول ان انت تبرده لمده 24 ساعه وبعدين نطلعه ندفيه وبعدين ناكله بالهنا والشفا. لكن طبعا ناخد بالنا ان احنا ما نزودش في الكميات بتاعه الرز. بتغيير بسيط هيفرق معانا بشكل ممتاز جدا جدا ان شاء الله. اعملوا التجربه دي على نفسكم وخدوا القياسات بتاعتكم وشوفوا الفرق هيبقى عامل ازاي. ولو استفدتوا من الفيديو ما تنساش تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب لقناه اليوتيوب، لايك لصفحه الفيسبوك، وفولو على الانستجرام والتيك توك. السلام عليكم.